السلام عليكم. ليش احنا نسخت بالقراية؟ صراحة مشكلة التسخيت هي مشكلة جدا طبيعية لكل طالب، لأن صراحة مو كل الطلاب هي تحب القراية. الشيء الثاني، أكثر الطلاب معتمدة إنه تقرأ بليلة الامتحان، فخلال الفترة اللي تكون قبل الامتحان، يعني مثلا إذا امتحانك بعد 5 أيام، فأنت طول ال4 أيام ما تقرأ، تقرأ آخر يوم بليلة الامتحان. صح لو لا؟ أكثر الطلاب تسوي هيك. أو احتمال أنت المادة مأيس ميعادها، تقول مادة صعبة فإيش يجي الحمد لله، تجي 50 تجي 100 الحمد لله والشكر، المهم انجح بالمادة. فواهس القراية يكون ما عندك، فالتسخيط راح يصعد عندك 100%. أو الاحتمال الأخير والقوي إنه أكو أشياء هواي تبعدك عن الدراسة، مثلا الموبايل، المسلسلات، الطلعة من البيت، الأصدقاء، يعني هاي الأشياء اللي تلهيك عن الدراسة، وهذا شيء جدا طبيعي. فهل اكو حل لمشكله التسخيط؟ صراحه ابد ماكو حل، لان هذا الشيء مثل ما اتفقنا شيء جدا طبيعي ويصير لاي طالب. بس راح اقول لكم انا كنت اسوي من كنت اسخت، وشلون قدرت اقلل من هذا التسخيط واروح اقرا. احنا اليوم مقسم عندنا صبح ظهر عصر ليل. فتره الصبح خلينا نقول انت مثلا قاعد ب 8 الصبح لحد الساعه 12، فهاي عندك 4 ساعات. بهاي ال4 ساعات شو تسوي؟ تسال نفسك انا خلال هاي الفتره ايش كم ورقه اقدر اخلص؟ طبعا من تحدد عدد الاوراق اللي انت تقراهن تكون على حسب مقدرتك، يعني لا تبالغ وتحط اوراق كلش هواي بحيث الوقت ما يكفي، ولا انت راح يصير لك واسع حتى تقرا هذا العدد، ولا تخلي اوراق جدا قليله حتى يعني الوقت يضيع من عندك. فخلي عدد اوراق معقول بحيث يعني تحس نفسك انه هاي الاوراق مناسبه جدا لي حتى اقراهن. فهسه خلاص قررت انه بهاي ال4 ساعات راح اقرا كم ورقه بحيث انا اقدر انه اقراهن. شو اسوي هسه؟ انتقل للمرحله الثانيه، اقول بالساعه الواحده ايش كم ورقه اقدر اخلص؟ ورقة، ورقتين، 3 ورقات، كم ورقة أقدر أخلّص؟ وطبعًا أكيد نظام القراية اللي متفقين عليه دائمًا، تقرا نص ساعة وتسرع 10 دقائق، وهكذا تكمّل. فهسه خلّينا نقول إنه أنت بالساعة الواحدة قرأت 3 ورقات، الساعة اللي بعدها قرأت ورقتين، الساعة اللي بعدها قرأت 3 ورقات، اللي بعدها قرأت ورقتين، من هنا لحد ما خلصت فترة الصبح اللي اتفقنا عليها إنه هي 4 ساعات، تبدأ من الساعة 8:00 ص لحد الساعة 12:00 بالليل. بعدها تاخذ لك ساعة كاملة استراحة. من تبدأ فترة الظهر، أنت هنا راح تتعود على سالفة الصبح، على قراية الصبح. فأنت هنا إيش راح تسوي؟ بالساعة الواحدة تحاول تقرا لك ورقة، ورقتين، 3 ورقات، من هنا لحد ما يخلص كل اليوم، يعني نفس النظام اللي أنت راح تمشي عليه. يعني الفكرة بشكل عام هو سباق ويا الوقت، أنت إيش قد حددت الأوراق اللي تريد تقراها خلال ساعة واحدة، أنت راح تحس نفسك تلقائيًا مندمج بالقراية أكثر، ومبتعد عن التسخيط، لأن عندك ساعة واحدة وتحس نفسك إنه لازم تقرأ، لازم أخلّص هاي الورقة، لازم أخلّص هذا التعريف، لازم أخلّص هذا المثال، وهكذا. وما دام إحنا نقرأ فراح تواجهنا مشكلة جدًا كبيرة، وهي مشكلة الموبايل، لأن إحنا تقريبًا أكثرنا مدمنين على الموبايل. الموبايل إذا أنت ماشي على طريقة القراية مالتنا اللي تقرأ نص ساعة وتسرع 10 دقائق، فبهاي ال10 دقائق أنت تقدر تستخدم الموبايل، تسوي بيه اللي تريده. وبالمناسبة ترى إحنا مو بس عندنا 10 دقائق استراحة، لأ، إذا تتذكر بداية الفيديو قلنا إنه إحنا عندنا الصبح، الظهر، العصر، الليل. بين الصبح والظهر اخذ ساعة كاملة استراحة، سوي بيها اللي تريده، واكيد تقدر تستخدم الموبايل. وها صح قبل لا انسى، انا صراحة كنت مدمن على المسلسلات، يعني احب المسلسلات بشكل مو طبيعي، وتعرفون كل حلقة بالمسلسل تاخذ لها نص ساعة، ساعة، يعني وقت جدا هواي. فشلون كنت ادمج شفت المسلسلات ويا القراية بكل بساطة. مثلا انا عندي 3 ساعات، احدد لي ساعتين اقرا بيهن، والساعة اللي انا راح استراح بيها اشوف حلقة كاملة للمسلسل. بعدها اروح اقرا، كملت قرايه ارجع اشوف حلقه ثانيه من المسلسل، وهكذا من هنا لحد ما يخلص المسلسل، ومن هنا لحد ما اخلص القرايه. ان شاء الله بعد هذا الفيديو تكون مشكله التسخيط شويه قلت عندكم. مثل ما اتفقنا حاولوا انكم تحددون عدد الاوراق اللي راح تقروها خلال وقت معين. بهاي الطريقه صدقني مع الايام راح تحس نفسك لك واس بالقرايه، وراح يقل التسخيط عندك. جرب الطريقه ما راح تخسر شيء، وان شاء الله تستفاد. كل التوفيق ان شاء الله. لا تنسوا تشتركون بالقناه. اشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني.